السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده هنعمله كحك العيد. ايوه. 2 كيلو دقيق و تعالى هنا. معانا هنا 2 كيلو دقيق ومعانا وعليهم كيلو سمنه وكوبايه لبن، معلقتين سمسم كبار، معلقتين سكر كبار، ودول بكون خميره بس انا فضيتهم. وده محلب بيجي زي الحمص كده وبيتضرب في الكبه. هنضيف السمسم. انا مش هعمل اختبار للخميره ولا حاجه، انا هحطها وهحط السكر. هحط الحاجه كلها ونقلب السوائل في بعضها كده، اللي هي نقلبها كلها ببعضها، وبعدين هنضيف عليها السمنه. طلع ايدك يا ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سمنه، انا مش قدحاها، انا فكاها بس عشان اعرف اكبها. هي مش سخنه ولا حاجه، عاديه يعني، اعتبر عاملينه على البارد، بس انا فكيتها عشان ما تبقاش مضايقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبها كويس في بعضها. عايزاها تتشرب السمنه. بسم الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ونشرب فيها السمنه كلها، وبعدين نبقى نلبسوها في الاخر. بصي، بدأت تشرب السمنة هي كلها. هو الكحك مش بيتعجن زي العجين وزي العيش والحاجة دي يعني، هو بيتبس كده. بصوا، احنا هنحاول نشوف الكحكة كده، لو عملناها كده تبقى ازاي. عايز سمنة ولا لا؟ بص، تحس ان هي اتكسرت شوية. بصوا، احنا قعدنا نعمل فيه كده، بس نقلب فيه بس في بعضيه كده عشان يشرب السمنة. وبعد كده هنحط له هنحط شوية اللبن. اللي عايز يعمله بلبن بودرة مفيش مشاكل. نعمله بلبن عادي، وحبة مية. احنا هنشربه بس كده. رجعنا كده، كملناها وخلصناها. بصي البطاريه اللي عامله زي الملبن، جميله ازاي. بصوا، عجنتها طريه وجميله. احنا شربناها وبس، المهم ان هي تشرب السائل بتاعها من غير ما نبص عليها ولا حاجه زي شربت كده. هنغطيها بكيس بلاستيك ربع ساعه ولا حاجه، قبل ما نكمل بس الحاجه بتاعتنا. بص، هي بناخدها قد الليمونه الصغيره، وحته عجوه صغيره اهي عليها. هنحطها فيها ونقفلها كده كويس. هنلم العجينه، هنعملها كده بس، ونيجي حاطينها في الصاج. وممكن نعملها بالملبن برضو، هناخد حته ملبن صغيره اهي حسب ما انت عايزه. انا مش بكتر ملبن عشان ما يطلعش مني. انا ما سبتوش خمر كتير، انا سبته حوالي 10 دقايق او من 10 دقايق لربع ساعه، ما سبتوش فتره طويله. اهي برضو.
انا بعمل صاج عجوه وصاج ملبن، بس انا عملت الصاج ده الاتنين مع بعض عشان بس اوريكم الحاجه وهي بتتحط. بعد كده هبقى افرقه انا مع نفسي. لما نيجي اللي هنعمل بالختامه مثلا، عايز تعملي المنقاش اللي يعجبك، تدوسي عليها كده بالختامه، مش جامد اهو، مش هندوس عليها جامد، بالراحه. يا دوب دوسه خفيفه كده. عشان الكحكه تبقى سليمه زي ما هي، مش متفعصه يعني. بس ده اللي بالختامه. عايزه تعملي بقى بالمنقاش اللي يريحك، ده ماشي وده ماشي، ده هينفع وده هينفع. اهو هخلص وبرجع لكم تاني. السلام عليكم. رجعنا بعد ما خلصنا الكحك. احنا كده خلصناه اهو النهارده، عملنا الكحك النهارده اهو، كحك العيد. عاملين جزء بالمنقاش اللي هو بيتعمل كده اهو، ده بالمنقاش، وجزء بالختامه. بصوا ده من تحت، وهنا مستوي في الفرن عادي، الفرن العادي بتاعنا اللي هو بتاع اللي بنطبخه عليه بوتاجاز. إيه، لو حبيت تولع له الشوايه عشان يحمر عادي، بس ما ولعتلوش الشوايه، هو بيحمر من فوق من تحت. وعشان اضمن انه يحمر من غير ما ينشف، حاطه شبكه فوق شويه، اللي بيستوى نص سوا بنقله على الشبكه اللي فوق واحط غيره، فبيبدا يديني الشكل ده. انا مش عايزاه احمر اكتر من كده. الملبن طبعا فيه اهو، عامله بالملبن وبالعجوه. دي بالعجوه، بصوا دايب. حطهم فين دول الكسرة، الاتنين دايبين. وكل سنة وانتم طيبين.